يلا بينا نستغل وجود الشطة في الأسواق اليومين دول ونعمل منها أحلى وأسرع هريسة شطة بتستخدميها في التتبيلات، بتحطيها على الفول، بتحطيها على البطاطس، بتحشي بيها السمك، بتستخدميها في المحشي أو في أي طبيخ. كمان احنا مش هنضيف عليها أي إضافات أو بهارات علشان تستخدميها في أي حاجة انتي حباها، وقتها بقى تبقي تضيفي اللي انتي عايزاه. لكن قبل ما نبتدي الفيديو، انا اسماء بدر ودي قناتي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو انا بنزله. ويلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو. انا هحتاج كيلو من الشطة، سواء الحجم ده او اللي بتبقى قصيرة شوية اللي بتتسمى بلحي. انا جايبه كيلو وربع علشان بعد التنظيف تصفي معايا كيلو. وعلشان اقلل من الحرقان بتاعها هستخدم معاها فلفلايه حمراء كبيره او فلفل بلدي، يبقى افضل طبعا. هبتدي ان انا اخد الشطه بتاعتي وهبتدي ان انا اغسلها كويس قوي قوي. هغسل كل واحده على حده كده تحت الحنفيه كويس. واي حاجة انا بغسلها هبتدي ان انا اخرجها في مصفى علشان تتصفى كويس. لازم تكون الهريسة بتاعتي ما فيهاش ولا نقطة مية. هبتدي بقى ان انا اغسل كل واحدة لوحدها زي ما قلت لكم. طبعا كلنا بنعرف نغسل، بس انا بذكركم ان احنا لازم نغسلها كويس. ومنساش طبعا اغسل الفلفلاية الحمراء بتاعتي. ده فلفل احمر من اللي هو الكبير، ويفضل طبعا تستخدمي بلدي. ده بيقلل من حدة الشطة اللي بتبقى موجودة في الفلفل او في الشطة الحمراء دي. وكده بعد ما غسلتها هبتدي بقى ان انا انشفها كويس. هستخدم يا اما فوطة يا اما مناديل مطبخ. انا افضل الفوطة علشان تنجز معايا وما هقدرش في المناديل. هبتدي برضو ان انا انشف كل واحدة كويس قوي قوي، ما يبقاش عليها ولا نقطة مية بالشكل ده. كده انا خلصت الكمية كلها، نشفتهم بالواحدة ونشفت دي كمان. هبتدي ان انا ضروري البس جلافز علشان ايدي ما تحرقنيش، لا ما بهدلش ايدي وما بهدلش وشي ولا ولادي ولا اي حاجة انا بعمل. وهبتدي بقى ان انا انضفها. انا هشيل الجزء الاخضر اللي موجود فوق ده بس، ومش هشيل البذر. انا هفرمها بالبذر. لو انتي حابة انك تقللي من الحميان بتاعها هتبتدي ان انتي تنضفي البذر، وهوريكي هتنضفي البذر ازاي. انا هبتدي بقى ان انا اقطعها. هستخدم يا اما مقص يا اما سكينة. انا افضل المقص برضو علشان ابقى ما تلمسش ايدي. وده مقص انا مخصصاه للاكل. انا هستخدم هاخدها بالبذر، ودي انا هنضفها اوريكم ازاي بنضفها. ببتدي ان انا افتحها من الجنب كده وبخرج البذور دي اللي بتبقى فيها كل الحرقان. بس كده ان شاء الله هتبقى معاكي حلوة. وهي اصلا لما هتقعد في الزيت وفي الملح اللي احنا هنحطه هتبتدي ان الحرقان بتاعها يخف ويقل خالص. هبتدي بقى ان انا اقطع الكمية كلها بالشكل ده. وبعد ما قطعت الكمية كلها طبعا منساش ان انا اقطع الفلفلاية الحمراء بتاعتي، وممكن تضيفي 2. ولو مش متوفر عندك الفلفل الاحمر تقدري تضيفي فلفل اخضر بلدي عادي، مفيش مشكلة. يعني اي حاجة متوفرة عندك في البيت اعملي منها، مش هتقول لا. هريسة الشطة دي بتبقى تحفة جدا في التلاجة. حاولي ما تستغنيش عنها واستغلي وجود الشطة دي في السوق. هاتي كيلو واحد واعملي منه، هيعمل معاكي كمية كبيرة، هيعمل معاكي برطمانين 3. هبتدي بقى بعد ما قطعت الفلفل هبتدي ان انا اجيب الكبة بتاعتي، او هتستخدمي المخرطة او هتستخدمي مفرمة اللحمة. او لو مش متوفر عندك اي حاجة من دي تقدري تستخدمي الهون او او تقدري تستخدمي الخلاط. انا فرمتها الاول بدون ما اضيف اي ملح علشان ما تنزلش ميتها لغايه ما اتفرمت معايا. وفي الاخر ضفت معلقه واحده من الملح وفرمتها فرمه واحده بس عشان برضو ما تنزلش ميتها بالشكل ده. وابتدي ان انا اعمل الكميه التانية. انا كنت قاسمه الكميه على مرتين. هبتدي ان انا اعمل الكميه التانية بنفس الشكل بالشكل ده.
هبتدي بقى ان انا افضي الكمية في الطبق. شايفين البذور بيبقى شكلها حلو قوي وكمان بتديني طعم حلو. وفي حاجة انا نسيت ان انا اضيفها، ممكن تضيفي بقى راس توم او فصين 3 كده من توم، دول ما يعادل فصين 3 من التوم الكبار. التوم مادة حافظة وتقدري تستغني خالص عن التوم وتقدري تزودي كمية توم زي ما انت حابة. وهبتدي ان انا ازود معلقتين كبار من الملح. انا كنت ضايفة معلقة الاول ودلوقتي ضفت معلقتين يبقوا 3 معالق كبار. وهضيف كمان ربع معلقة صغيرة من ملح الليمون. وهضيف معلقتين كبار من العسل الابيض او من العسل الاسود او من السكر. ده بيحافظ على صلاحية هرسة الشطة وكمان بيديني طعم حلو قوي. وهضيف تلت كوباية من الزيت النباتي، تقدري تستخدمي زيت زيتون لو بتحبيه نكهته في الاكل. وهبتدي بقى ان انا ادعك الكلام ده كله مع بعضه. احنا حاطين اكتر من مادة حافظة، الثوم، الملح، ملح الليمون، العسل، ده كله مادة حافظة ان شاء الله هتقعد معاكي سنة يمكن اكتر كمان. ده كده شكلها. هبتدي بقى ان انا اجيب البرطمانات بتاعتي، طبعا غسلها كويس قوي بمية سخنة ومنشفاها ومعقماها. بدخلها بعقمها ازاي؟ بفتح الفرن اسخنه كويس بعدين اطفيه وادخلهم او اعقمها في الشمس او همشيهم كده على الشعلة على البوتاجاز. هبتدي بقى ان انا اضيف في كل برطمان معلقة من الزيت، سواء بقى زيت نباتي او زيت زيتون اللي بتفضليه. وابتدي ان انا اعبي البرطمانات بتاعتي، بدي تقليبة كده للهريسة وابتدي ان انا اعبي البرطمان. وكل شوية كده ادي البرطمان خبطة بحيث ان انا اخرج فقاعات الهواء اللي هتبقى موجودة فيه ومملاش البرطمان للاخر. وهقولكوا دلوقتي ليه. ده كده اول برطمان. ابتدي ان انا اعبي تاني واحد. شايفين ما شاء الله تعمل معايا كمية كبيرة. انا مستخدمة برطمانات عادية، كانت برطمانات مربى وبرطمانات صلصة. اهم حاجة بس ان هي تكون نظيفة ومتعقمة. شايفين ما شاء الله عملوا معايا 4 برطمانات. ما كناش مالين بقى البرطمان للاخر علشان هنضيف على وشه معلقتين من الزيت. هنضيف على وشه كل برطمان معلقتين من الزيت، سواء زيت نباتي او زيت الزيتون، علشان ده مادة حافظة. وابتدي بقى ان انا اغطي البرطمانات بتاعتي بالشكل التحفة ده. هحتفظ بواحد في التلاجة والتلاتة التانيين هحتفظ بيهم في الفريزر. هبتدي بقى ان انا ازين البرطمان بتاعتي. دي خطوة طبعا اختيارية بس بتديني شكل حلو. هبتدي ان انا جبت قطعة قماش كده كاروهات وربطتها بشريطة ستان، والتانية ربطتها بورق قش، اي حاجة موجودة عندك. وكده بقى شكل هريسة الشطة شكلها تحفة جدا، تنفع معاكي في حاجات كتيرة جدا، وبتبقى في التتبيلات خطيرة، في تتبيلات المشاوي خطيرة، وعلى اي حاجة بصراحة بتبقى خطيرة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.